ازاي اعمل اضاءة للاوت دور واختار ايه للبول نوع اضاءة باون. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيف. في الحلقة دي هنتكلم عن الاوت دور لايتنج. لو هنتكلم عن الاضاءة دي، الاضاءة في البول اللي هي بتعمل الوان كده. انا مش عارفه انتوا شايفين ده السورس بتاع البول، تمام. ومثلا لو انا عندي في اللاندسكيب ممكن استخدم، لو عندي شرابس مثلا عايزه انورها بحاجه زي كده. شايفين بتبقى مديه منظر لطيف وهي نفسها شكلها حلو، مش مضايقاني. ممكن برضو هنا باين اكتر السورس بتاع السبوت في الميه، بس ده ثابت، مش لونه ما بيتغيرش. مش شرط كل الاضاءة تبقى في البول بتتغير، ممكن يبقى حبة بيتغيروا وحبة لا، بس طبعا بيدوا منظر بالليل لطيف جدا. برضو عندي الستيب لايت، ممكن برضو تبقى بتدي منظر جميل. وممكن برضو اعملة الانارة زي كده. الكوريدور اللي انا داخله عليه ده، كل اللي منور في الارض ده ستيب لايت. يعني كل دول اهم ستيب لايت، بينور من تحت كده، ينور الكوريدور كله زي ما انتم شايفين اهو، يدي اضاءة لطيفة. طبعا مع التكرار بيدي منظر لطيف، هو منور لي الكوريدور كله، تمام. وعندي كمان الابلايتس، دايما بنستخدم في اللاندسكيب الابلايتس. قوية شوية، برضو بيدي منظر حلو على الوجه. طبعا كل وحدات الاضاءة دي، لان احنا اوت دور، المفروض ان هي بتكون الاي بي بتاعها 65 علشان يستحمل المطر ويستحمل العوامل الجوية الخارجية، تمام.